مساء الخير. مفيش اتنين هم نفس الحاجة غير انت وضميرك، لكن في برنامجنا هم اتنين منفصلين تماما، الشخص وضميره. معانا النهاردة الأستاذ خالد يوسف، المخرج السينمائي الكبير. اهلا بيك. هتواجه ضميرك؟ انا بواجهه طول الوقت. طول الوقت؟ طول الوقت. اهلا بيك. اهلا بيك يا مان. قول لي عامل ايه مع ضميرك وانت بتشتغل وانت عايش وانت في الثورة وانت في السينما وفي كل حاجة؟ ضميري مرتاح، يعني هو مرتاح جدا وراضي جدا، عشان انا ما بعملش حاجه غير ما اكون ضميري راضي عليها. طول الوقت مرتاح؟ والله العظيم ضميره طول الوقت مرتاح؟ والله انا بحط دماغي على المخده كده، بنام في 5 ثواني لان ضميري مرتاح. قد اكون مخطئ في حاجات فظيعه، ما بقولش لا، بس انا على مستوى قناعاتي وعلى مستوى ضميري انا مريح ضميري. لكن ما بتسمعوش؟ لا، انا يعني بؤمن ان طول ما انت ما بتضرش حد، يعني حتى القاعده الفقهيه اللي فيها التحليل والتحريم بتستند لكلمه لا ضرر ولا ضرار. فانا عمري ما ضريت حد، ودايما ببحث عن المنفعه، ما ينفع الناس، وبالتالي انا ضميري مرتاح. طيب. قد يختلف معايا ناس كتير، بس انا حاسس ان انا ضميري مرتاح. خالد يوسف فلاح من كفر شكر، ابن عمده، مهندس، حفظت القرآن، واخواتك البنات محجبات، واكتر افلام بتعمل جدل بسبب المشاهد اللي فيها. تيجي ازاي؟ لان مفيش تعارض ما بين ده وده، لان انا ما بعملش عري ولا بعمل اباحه ولا بعمل اثاره غرائز، انا بعمل دراما، والدراما بتبقى ما بتعملش اباحه؟ لا خالص. والمشاهد اللي بتيجي في افلام ما يسمى بالساخنه دي، او المشاهد الساخنه، عمري ما بعمل مشاهد، ما يعني هم بيسموها ساخنه لان هم مش لاقيين حاجه يصطادوني منها ولا يهاجموني فيها. وجسد المرأة واستخدامه في الافلام مش عمري سخونة؟ ما بستخدمه من اجل اثاره غرائز الشباب مثلا او المراهقين على الاطلاق. زمايلك نفسهم والنقاد بيقولوا كده؟ يقولوا لهم ما شاءوا، لكن انا في ضميري انا بعمل المشهد ده من اجل غرض سامي. اشرح لي الغرض السامي من جسد امرأة ومشهد ساخن من رجل وامرأة. على حسب المشهد، يعني لو فصصت لك كده مشاهد اللي هم بيقولوا عليها ساخنه، اولا هي في 10 افلام المشاهد الساخنه دي لا تتعدى 3-4 دقائق، والفيلم زمنه ساعتين، ففي 10 افلام فانا عندي 20 ساعه منتج فني انا قدمتها للناس، فيها 4-5 دقائق اللي انا بتحاسب عليها، اللي انا بروح كل القنوات عشان ادافع عن ال5 دقائق. بس 4-5 دقائق بيغروني انا شخصيا، بتعب. لا يبقى ما تخلينيش احكم عليك احكام. مشكلتي انا. لا، انا بتصور، انا قايس المشاهد ديت على ناس، انا قايسها على شباب مراهق وما بلاقيهمش بتعمل فيهم حاجه. انا بعمل المشاهد ديت لاضافه قيمه حقيقيه، يعني لما اعمل مشهد السحاق اللي قامت عليه الدنيا ولم تقعد، المشهد اصلا ما فيهوش حاجه. لو تشوفوه كويس، الناس دلوقتي بتشوفه في التلفزيونات، لان الفيلم اتعرض في التلفزيونات ما بتشوفش فيه حاجه، بس ساعتها قوم الدنيا وقعدوها عليه. طب انا عامل المشهد ده ليه؟ هل عشان اناقش قضيه السحاق؟ وان كانت قضيه مهمه ممكن تناقشها، بس انا ما كنتش في الفيلم ده بناقشها، كنت بتكلم ان المشهد ده، ان الفقيره واللي مش متعلمه لا يطمع غير في جسدها. فانا لما بصدمك، لما بتيجي تشوف مثلا مشهد اغتصاب، انا كنت استطيع ان انا اقفل الباب على ال4 شباب دخلوا على الممثله في حين ميسره، الستاره تضرب من الهواء والشباك والكلام لا وتصرخ ونعرف انه اغتصبها. بس انا عملت مشهد فيه فريسه بتتاكل من 4 اسودة، وعملت حتى اللون بتاع الاحمر اللي موجود في المشهد، تحس ان في 4 اسودة بيمتهكوا، بياخدوا فريسه كده يتاكلوها ويتقاسموها. المشهد ده يعلق في الذهن، وانت تبقى كمواطن بيتشكل وجدانك لو انت لسه صغير، تاكد ان انت لو المشهد ده شفته كويس عمرك ما هتقترب من قضيه اغتصاب. والشباب هيفهموا المغزى والرساله دي، ولا هيبصوا في المنظر نفسه والمشهد ويقعدوا؟ هل هتصدقني؟ صدقك طبعا. هتصدقني. انا بقول انه لا، الشباب اما هيشوف، الشباب المراهق اما هيشوف المشهد ده، حتى لو في بعض اللحظات بحث عن سنتيمتر يشوفه من جسد الست، اللي هيبقى في الوجدان الرسالة اللي أنا كنت أقصدها، اللي هي إن أنا عايز أخليك متقزز من مشهد الاغتصاب، هيفضل عالق بذهنك لدرجة إنه يطاردك ككوابيس، فيؤثر في وجدانك عمرك كله. تسمح لي نسمع ضميرك هيقول إيه في الجزئية دي؟ اتفضل. أنا طول عمري شايف نفسي زيادة عن اللزوم قوي، ونفسي أخرج من شكل الفلاح
واتمرد على التقاليد القديمة. عشان كده جريت على شاهين والسينما والحرية. ايه رايك؟ كلام مناقض تماما للواقع اللي حصل. او انا ما جريتش على يوسف شاهين. انا الاستاذ يوسف شاهين انا رحت ليه عشان يجي يعمل محاضره في الجامعه او يعرض فيلم ويعمل ندوه، وهو اللي عرض عليا، واللي 3 سنين على التوالي هو اللي مصر ان انا ابقى سينمائي، وانا بقول وانا كان في دماغي احلام اخرى. ده واحد. 2، انا لما طلعت في الاعلام، لما بدات الى حد ما الناس تعرفني، انا اللي صدرت فكره ان انا فلاح. محدش راح بحث عن تاريخي وعرف ان انا ابن عمده ومن الفلاحين وما اعرفش ايه وجه قال هذه المعلومات. انا اللي قلت انا من اصول ريفيه وبعتز بان انا فلاح، وطول الوقت بدون سياق حتى بدون ما انا اللي بقحم فكره ان انا فلاح. فازاي انا بهرب من فكره الفلاح؟ ده انا فكره الفلاح هي اصل المصري. هل في فيلم سينما حاسس ان هو كان قريب من الواقع بتاعك او حياتك او حياه اسرتك قبل ما تشتغل سينما؟ في افلام كتير، يعني كل الافلام اللي هي عملها الارض مثلا، الزوجه الثانيه، بس مش عشان ازاي الزوجه الثانيه؟ قول لي ازاي الزوجه الثانيه؟ عشان كان فيها عمده وفلاحين. والدك عمده؟ بس ابويا ما كانش ظالم زي الراجل بتاع زي صلاح منصور. زي صلاح منصور، لا ما كانش ظالم خالص، لا كان حبيب الفلاحين. وانا بقول كلام على الهوا، اهلي من الفلاحين في بلدنا هيسمعوا الكلام ده. يعني لو ما عملش اي حاجه من اللي عملها صلاح منصور؟ لا خالص خالص. طب نطلع فاصل ونرجع تاني. اوكي. ابن العمده خالد يوسف، اخواتك محجبات وانت بتعمل ده، ايه الهدف النبيل؟ ليه بعمل ده اكن انا فاتح كباريه؟ بتعمل الاربع 5 دقائق دول اللي في ال20 ساعه، اللي في ال20 ساعه. ماشي. اوكي خلينا متفقين. انت ممكن تقبل ان واحده من اخواتك ما تبقاش محجبه مثلا؟ لو هي عايزه ما تبقاش محجبه. تمام. طيب بيشوفوا افلامك ما بيعلقوش ما بيقولوش؟ لا، عندي اختي وفاء خليك صريح. ما انا بقول لك عندي اختي وفاء مثلا لما شافت الرئيس عمر حرب قعدت انهارت. ليه بقى؟ لان الدوز اللي كان فيه كان كبير. وده يمكن اكتر فيلم او الفيلم الوحيد اللي اقدر اقول عليه كان فيه يعني، فما عجبهاش خالص وقالت لي ليه بتعمل الافلام ديت؟ يعني انا عاجبني حين ميسره وهي فوضى وكل الافلام دي، بس ما عجبهاش خالص الرئيس عمر حرب. قلت لها ايه؟ شرحت لها اللي انا بشرحه في البرامج، ان انا بعمل تيمه الشيطان، والشيطان قايم على الغوايه، والغوايه قايمه على الجنس والثروه والسلطه. دول ال3 حاجات اللي الشيطان بيغوينا بيها، فكان لازم اقدمهم مثلث متساوي الاضلاع. امال فين الرمز اللي في السينما؟ ما عندكش رمز خالص، كل حاجه عندك صريحه. ما انا قلت لك الرمز ما بيأثرش في عندك المشاهد. صراحه وسيف الله يرحمه ما بيأثرش في المشاهد، ما بيأثرش بالذات في الزمن دي وجهه نظر. ما زمان كانوا بيأثروا يا استاذ. ما بيأثروش، عمرهم ما كانوا بيأثروا. يعني كانوا يعملوا اللبن اللي بيفور والحاجات دي كلها كان الناس بتتريق عليها. هي القاهره 30 ما أثرش. حتى انا بقول لك المشاهد اللي زي دي كان الناس بتاخدها في مجال السخريه. اعظم افلام السينما المصريه شباب امراه والخروف اللي في المشهد الشهير، غنى المخرج وغنى المشاهد عن المشهد الصريح للقاء. لا، ده كان زمن لا نقبله الان. يعني المشاهد بتاع دلوقتي يعني لو عمل احنا المشاهد عينه فارغه دلوقتي؟ مش عينه فارغه، المشاهد لو شاف الشبابيك اللي بتعمل كده والرياح والبرق والرعد او الخروف او القرنين اللي موجودين في القاهره 30، في القاهره 30 والله كان جميل يا خالد يا سيدي. ماشي، ده زمن يعني ده كان لسه السينما في مهدها، وكان ممكن الرمز ده ياكل مع الناس. دلوقتي شباب الفيسبوك ده لو عملت له اللي بيشوف البنات معرفش ايه في الانترنت هتعمل له رمز فهيقبله. يعني اديله جرعه الجنس ده عشان مش هديله، انا ما بديلوش جرعه جنس خالص. انا ما بعملش مشهد جنسي اصلا في افلامي. انتوا برضو لسه مصرين ان انا بعمل مشاهد جنسيه. انا ما بعملش مشهد جنسي بجد. يعني انت راضي عن الافلام دي؟ انا راضي 100%. طب خلينا نسمع صوت ضميرك هيقول ايه. اتفضل. يلا. أنا لو راضي عن نفسي وعن اللي بقدمه ما كنتش أبقى مرعوب من الموت والمرض طول الوقت. جاب لك حتة جامدة.
داخل بس هي برضو فيها غلطه. انا أنت بتترعب مرعوب، من- انا بترعب من المرض بس عمري ما اترعبت من الموت خالص. بس انت لما دخلت تعمل عمليه بسيطه خالص كتبت وصيتك وعملت دوشه وهيصه والكلام ده، لأن وانا رايح أنا- هموت مع انها عمليه بسيطه. لا ما بترعبش من الموت بجد، يعني انا الموت كتبت وصيتك لو انت داخل تعمل عمليه بسيطه. عشان خفت اموت. ما احنا ممكن نموت في اي وقت. اوكي بس يعني انت داخل عمليه، داخل بنج فيها غيبوبه، ممكن تموت، فاقرب ممكن تموت. ممكن احساس الذنب. على الاطلاق انا ما بخافش من الموت، انا بخاف بجد من المرض، والله حقيقي. المرض. المرض بيرعبني. انا لما يجي لي انفلونزا بنام بحس ان خلاص نهايه الكون. انا سمعت انك انت بتبقى زي ما فأنا بيقولوا كده عندي- بالبلدي مسخسخ ومستموت. وانا عندي فوبيا من المرض، من المرض. ما بحبش بتتعب اللي حواليك وانت مريض جدا. جدا 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 جداً. يعني حتى لو بقول لك عندي برد يعني. ما عندكش احساس بالذنب خالص من مساله السينما، بس ممكن يكون عندك احساس بالذنب تاني وضميرك واجهك فيه كتير، انك انت محطم قلوب العذارى. برضه مش صحيح. مش صحيح لا مش صحيح خالص. في الماضي انت دلوقتي متزوج وزي أيوة أوكي. الفل. تمام انا بتكلم الماضي برضه حتى يعني. في الماضي ما كنتش يعني ايه محطم قلوب لا العذارى؟ مش حاجه لا قدر الله، لكن حبوك ناس كتير، سيدات كتير ونجمات سينما كتير. وخدت برضه يوسف. عارف هذه المساله خدت حجم اكبر من حجمها لان الاعلام بيضخم كل حاجه. الكلام ده بيتقال الكلام ده بيتقال فعلا عشان ما اكونش جايبه من عندي. لا انا متاكد انت مش جايبه من عندك، هو مضخم قوي في الاعلام. يعني لو طلع عليا 100 اشاعه هتلاقي 1% هي اللي حقيقي. يعني انت مش حبيب يا خالد؟ انا الحب ده بالنسبه لي حياتي، يعني انا بقدس الحب. عايز اسالك سؤال مهم جدا في المساله دي. هل ممكن كل الكلام ده يطلع من فراغ ويكون دخان بلا نار؟ لا انا قلت لك فيما يتعلق مثلا عايز اقول انها حاجه عاديه، يعني انك انت كنت هترتبط في وقت من الاوقات بغادة عبد الرازق، سمية الخشاب، منى شلبي، كل أسماء دي اشاعات. يعني ما انا بقول لك اهوت، يعني هم طلعوا الاشاعات دي كلها وملهاش اصل. طيب فكر في اللي انا قلته لك ده دلوقتي وهنطلع فاصل وهنرجع تاني. ممكن ضميرك يكلمك، يصحى؟ لا يكلمك، ضميرك يكلمك في الفاصل وتقول لي حاجه من دي. اوكي نطلع فاصل.